مالك في ايه؟ مفيش يا عم، كويس اهو. لا، ما هو باين عليك ان انت كويس. ايه رايكم؟ شكلي كان تمام فعلا. انا قلت تمام وقلت ان انا كويس ومفيش اي حاجه، بس جسمي وصوتي قالوا معايا كده. وهنا بيظهر بطل سلسلتنا، وهو الذكاء الاجتماعي. انك تقرا الشخص اللي قدامك ده ولا سحر ولا تنجيم، هي مهاره منطقيه جدا بتتشاف بالعين وتتسجل في دماغك. وهنا انا مش طالب منك انك تبقى خبير في لغه الجسد، احنا مش بنحارب. انا عاوزك بس تعرف الطبيعي، علشان صوابعك مش زي بعضيها، الناس مختلفه، بس في بعض الاشارات وبعض العلامات بتبقى مميزه وموجوده في معظم الناس، على الاقل خالص تبقى عارفها. واحد صوته عالي ده معناه انفعال، لكن واحد صوته واطي ده معناه خوف او توتر. لو واحد حواجبه اتشدت يبقى غضبان، ولو واحد دقنه وقعد يبقى زعلان. ولو انت واقف تتكلم مع حد ولقيته بيبعد عنك او بيطنشك او مش عايز يسمعك كويس، اعرف انه ملوش مزاج يسمعك دلوقتي او هو في مشكله فيه. طب هل اللي احنا بنقوله دي ثوابت؟ لا خالص، ولكن ده اللي بيحصل في بعض المواقف العامه. مثال بسيط جدا للتوضيح: لو انت واقف بتتكلم مع صاحبك وهو بيحكي لك حاجه، ولقيت في كلامه قاعد بيسكت شويه او بيبص حواليه او بيحكي وهو مش مرتاح، هاتها من عندك انت وقول له لو مش قادر تحكي او تعبان بلاش تتكلم دلوقتي، ونتكلم بعدين. وبلاش تسأله بطريقة مباشرة وتضغط عليه، ممكن ما يكونش عاوز يزعلك. وفي خطأ شائع معظمنا بنقع فيه حتى انا: مش اي حد ساكت لازم يبقى زعلان. انت بتتكلم جد؟ عشان كده بقول لك ان الذكاء الاجتماعي ده هو ازاي انك تفهم نفسك وتفهم غيرك. وزي ما قلنا في كل فيديو، هديك مهارة تطبقها لغاية الفيديو اللي بعده. مهارة الفيديو ده هو إنك تركز مع التغيير، ما تركزش مع حالة الشخص. يعني وأنت قاعد مع شخص مثلا لمدة ساعتين، اسأل هو كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. وفي الفيديو الجاي هنتعلم مع بعض تقريبا أهم مهارة من مهارات الذكاء الاجتماعي، وهي إنك إزاي تسمع اللي قدامك بذكاء. استنونا.